في ناس بتحب الشتاء. الشتاء بيخليهم يبصوا من الشباك، يستمتعوا بالمطر. المطر بالنسبة لهم رومانسي، الهدوء مريح، البرد فرصة لحضن دافي. بس في ناس تانية وفي شتاء تاني بيخليك تبص لنفسك وتفتكر كل حاجة فقدتها فجأة. كل حاجة بتبقى تقيلة، حتى نفسك. تقوم متأخر، تاكل أكتر، وتقول يمكن أنا تعبت، بس في الحقيقة انت اتجمدت من جوه. الشتا بيموت النفس ببطء، كل حاجة بتفقد لونها، حتى انت. يمكن دي مش كآبة عادية، يمكن دي كآبة ليها موسم. النهاردة هنتكلم عن حاجة محدش بيحكي عنها بجد، الاضطراب العاطفي الموسمي، أو زي ما بنسميه اكتئاب الشتاء. هل هو اكتئاب ولا مجرد برد في الروح؟ خليك معايا، يمكن الحلقة دي تكون دفاك. اكتئاب الشتاء مش مجرد كسل أو ملل من الشتاء، هو نوع من الاكتئاب بيجي في مواسم معينة، وغالبا بيبدأ لما النهار يقصر، الجو يبرد، لما الشمس تختفي، معاها بتقل الطاقة عندك وتختفي رغبتك في كل حاجة. لما الضوء يقل في الخريف والشتاء بيحصل نقص في هرمون السعادة اللي بيخلينا نحس بطاقة ورضا. اضطراب في الميلاتونين، وده الهرمون اللي بينظم النوم والصحيان. النتيجة مزاجك بيبدأ يهبط من غير سبب واضح، نومك يتلخبط وتحس انك مش نفسك. كآبة الشتاء مش انك زهقت من الجو، دي استجابة جسمك ونفسك لنقص الضوء والدفء. جسمك بيتكلم بس بلغته الخاصة. اللي بيحصل فيك مش كسل، دي طاقة جسمك ومخك بتقل مع قلة الضوء والحرارة، كأنك بطارية محتاجة شمس عشان تشحن. في جسمنا ضوء الشمس مش بس بينور المكان، ده كمان بيساعد المخ يفرز مواد كيميائية مسؤولة عن المزاج والنوم. في يومك العادي تحس انك مش في المود، تقول يمكن محتاج ارتاح يومين، بس الايام بتعدي، المزاج مش بيتحسن، بالعكس بتنام كتير، تصحى تعبان، تبص في المراية تحس انك غريب عن نفسك. كل شتاء بتحس انك بتختفي شوية شوية زي الشمس لما بتغيب بدري. تحاول تقوم، تشتغل، تضحك، بس جواك حاجة مطفية. بتلاقي نوم كتير بس مفيش راحة، بتنام بالساعات ومع ذلك تصحى تحس انك لسه مرهق، مش لانك محتاج نوم اكتر، بس لانك مش مرتاح من جوه. حتى النوم ما بقاش مهرب كفاية. فقدان الشغف بكل حاجة، الحاجات اللي كانت بتسعدك ما بقاش لها طعم. الأغاني، القهوة، الخروج، كله بقى عادي، كأن الألوان اتحولت لرمادي. أكل أكتر، خصوصا السكريات، تحس نفسك بتاكل من غير جوع، بتحاول تعوض حاجة ناقصاك، يمكن طاقة، يمكن دفى، يمكن حنية. عزلة وانسحاب، بترفض المكالمات، تلغي الخروجات، وتقول لنفسك مش عايز أزعج حد، بس في الحقيقة انت خايف تزعج نفسك. إحساس بالفراغ، تحس كأنك موجود بس مش حاضر، بتضحك في وش الناس بس صوتك جواك ساكت. حساسية من الرفض أو الوحدة، أي تجاهل بسيط وجع، أي تأخير في الرد يخليك تحس إنك مش مهم. لأن الوحدة في الشتاء مش مجرد غياب ناس، دي غياب دفى. صعوبة في التركيز، تفتح كتاب تقفله، تبدأ شغل تتشتت، كل حاجة بتحتاج مجهود مضاعف، وكأن دماغك فيها ضباب. انخفاض المزاج والقلق، قلقان من غير سبب، متوتر، حساس زيادة، تحس إن في حالة حزن من غير سبب، كأن في غيمة تقيلة فوقك طول اليوم. كآبة الشتاء مش دراما، دي حالة جسد ونفس بيحاولوا يقولوا إن في حاجة ناقصة. مش عيب إنك تتأثر، العيب إنك تطنش نداء روحك. العلاج مش رفاهية، العلاج شجاعة. مش لأنك ضعيف بتتأثر بالشتاء، بالعكس،
إنك تواجه ده وتدور على حل معناها إنك لسه عايز تعيش بجد. أنا حابب أزود هرمون السعادة في جسمي، أعمل إيه؟ مش لازم تكون مبسوط عشان تبدأ تتحرك، لكن لما تبدأ تتحرك جسمك هو اللي هيساعدك ترجع تحس بالسعادة. التعرض لضوء الشمس. الشمس مش بس بتدفي الجو، بتدفيك انت كمان. كل يوم حاول تتعرض للضوء الطبيعي حتى لو واقف عند الشباك، ده بيحفز الجسم يفرز هرمون السعادة. لو الجو غيم أو الشمس قليلة، في حاجة اسمها علاج الضوء لايت ثيرابي، عبارة عن لمبة خاصة كده تحاكي ضوء النهار، بيستخدمها الأطباء للعلاج في الشتاء. العلاج النفسي، وهنا في طريقين. أولهم العلاج المعرفي السلوكي CBT. العلاج المعرفي السلوكي بيساعدك تلاحظ أفكارك السلبية وتبدلها بخطوات واقعية. أما التانية علاج الصدمات تروما ثيرابي. لو جذور الحزن جاية من فقد أو تجربة مؤلمة، بيخليك تفكها من جوه وتتعافى. حتى جلسة واحدة ممكن تفتح لك طريق جديد. الحركة والنشاط، مش لازم جيم ولا رياضة عنيفة. الجري الخفيف، الرقص، أو حتى ترتيب البيت، أي حركة بسيطة بتزود هرمون السعادة والدوبامين، هرمونات بتعدل المزاج. جسمك لما يتحرك بيبعت لعقلك رسالة أنا لسه هنا ولسه قادر أعيش. الجسم لو اتحرك النفس بتهدى. تنظيم النوم والروتين. حاول تثبت مواعيد نومك وصحيانك، ما تنامش كتير جدا ولا تسهر للصبح. خلي النهار للضوء والليل للراحة، مش العكس. خلي فيه تغذية ودفى. جسمك محتاج دفى من جوه، مش بس بطاطين، لكن أكل صحي ومتوازن. قلل السكريات لأنها بتدي طاقة لحظية وبعدها انهيار. زود أكل فيه أوميجا 3 زي السمك والمكسرات. ما تعزلش نفسك. في البرد الناس بتخرج أقل، بتقابل بعض أقل، والدفى الاجتماعي بيقل. النتيجة عزلة أكتر، صمت أكتر، تفكير أكتر. ومع الوقت الوحدة دي ممكن تتحول لضغط نفسي حقيقي. الشتاء مش دايما برد في الجو، أوقات بيكون برد في العلاقات كمان. الكلمة الحلوة حضن، الابتسامة حضن، نظرة العين اللي بتطمن بيها حد تاني حضن، أو حتى مكالمة بسيطة مع شخص بتحبه حتى لو مش قادر تتكلم. وجودك وسط ناس بتحبك ده كفاية. ما تنساش المود الجميل ده، كتير بيجي لما تشوف اللي بيحبوك. حاول تكتب، ترسم، أو تعمل حاجة بسيطة ليك. التعبير بيطلع اللي جواك. افتكر دايما مش لازم تكون في أحسن حالاتك، المهم ما تسيبش نفسك. كآبة الشتاء مش نهاية، دي دعوة إنك تهتم بنفسك أكتر. الدفى الحقيقي مش في البطانية، الدفى في إنك تتصالح مع اللي جواك. اسمع ندى روحك بدل ما تتهرب منه. أوقات بنحتاج دفى مش علاج. أوقات الحل مش في الحبوب ولا الجلسات، الحل في دفى إنساني بسيط. كلمة صادقة، حضن، صوت حد بيقولك أنا فاهمك. في الشتاء البرد مش بس حوالينا، ناس كتير بردانة من جواها وبتدور على مصدر دفى، حتى لو كان مجرد صوت على بودكاست بيقول لهم أنت مش لوحدك، أنت مع مهاب. الحزن الطبيعي ليه حدود، لكن لما يطول يعزلك، يعطل حياتك، يطفيك، يبقى لازم تمد إيدك وتطلب مساعدة. وده مش ضعف، دي قوة ووعي. الاكتئاب الموسمي مش خرافة، هو دليل على قد إيه النفس البشرية حساسة جدا، بتتأثر بالنور، بالبرد، وبالوحدة. بدل ما نحكم خلينا نسمع، بدل ما نسخر نفهم، لأن الوعي مش رفاهية، الوعي نجاة. كآبة الشتاء مش مجرد شعور بسيط، لكنها تجربة ممكن تأثر على حياتنا اليومية.
فكر مع نفسك، انت حسيت بالإحساس ده قبل كده؟ عادة كنت بتتعامل معاه ازاي؟ نحب نسمع منك في التعليقات ايه هي الطرق اللي جربتها عشان تتجاوز كآبة الشتاء. شاركنا رأيك في التعليقات وحاول تجرب نصايحنا. ولو عايز تتابع كل جديد عن الصحة النفسية اشترك في القناة، فعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة. وطابت أوقاتكم.